وبيحصل استفزاز يعني في اكتر، يعني مش لبنان بس، ده بيضرب اسماعيل هنيه، بيقتل اسماعيل هنيه في قلب طهران. يعني انت قدام قوه غاشمه، قوه متغطرسه لدرجه انها بتنتهك القانون الدولي بمنتهى يعني الفجاجه وبدون وازع من اي ضمير وبدون رادع ما على اي نحو من اي قوه دوليه يعتد بها. فاللحظه صعبه جدا جدا جدا، ومن ثم يمكن اعتبار ان خطوه اعاده تاسيس المنتدى، وانا بسميها اعاده تاسيس في اللقاء الخامس له، ممكن تكون خطوه كبيره جدا ومهمه جدا لو امكننا البناء عليها. يعني امكاننا البناء عليها بمعنى قدرنا من خلال هذه الخطوه نبني مواقف مشتركه اقوى اكثر عداله لصالح كل شعوب المنطقه، لصالح الشعب اليمني، لصالح الاكراد، لصالح الشعب السوداني، وفي المقدمه طبعا لصالح الشعب الفلسطيني. بناء مثل هذه المواقف، الترويج لهذه المواقف، الدفع في اتجاه حشد تأييد دولي لهذه المواقف هو ما نتمناه وما يمكن ان نقوم به. وانا دايما بقول انه سواء في القضيه الفلسطينيه او في غيرها من القضايا العربيه في طريقتين، في منهجين في التفكير. في منهج ان احنا يعني نطالب بعضنا البعض ونحلم بالمخلص وننام. يعني دي الخطوات بالظبط، يعني نتهم بعضنا البعض، نكلف بعضنا البعض، يعني نقول انه على الحكومه انها تعمل كذا او على الحزب الفلاني انه يعمل كذا، والمشكله ان الحزب العلاني مش واخد الموقف الصحيح مثلا. يعني كلها يعني احنا يعني نتهم بعض او نكلف بعض. ده المهمه الاولى اللي بيقوم بيها بعض الاحزاب والقوى السياسيه. المهمه الثانيه اللي بيقوم بيها بعض الاحزاب والقوى السياسيه انهم يحلموا بالمخلص، فيبقوا عندهم اوهام او تصورات مبالغ فيها حوالين ان في قوه ما هتقوم بنيابه عنهم بحل المشكله، فيبقوا حريصين جدا 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 على ابداء ولائهم لمثل هذه القوه، على ابداء اعجابهم بمثل هذه القوه، على تعظيم مثل هذه القوه، على دعم وتأييد مثل هذه القوه. فينتهي الحال ان هذه القوه تخذلهم وما تقومش عنهم بالمهمه التي يفترض انها موكوله لهم وليست هذه القوه. فالاستراتيجيه دي اللي هي مبنيه على تكليف بعضنا البعض وتبادل الاتهامات والحلم بالمخلص، الاستراتيجيه دي كلها استراتيجيه خاطئه. الاستراتيجيه الصحيحه الممكنه اللي احنا المفروض نعتمدها فعملنا كاحزاب وقوه ديمقراطيه اجتماعيه بتؤمن بالتغيير الدؤوب طويل النفس اللي من شأنه ان يصلح الامور عبر نفس طويل مش عبر ضربه قضيه فنيه. الاستراتيجيه دي بتعتمد على فكره ان احنا بنجري تغيير تدريجي، وانا تقديري ان